سمعتوا عن فيروس ماربورغ الجديد؟ طبعا احد الاصدقاء يقول ما صدقنا نخلص من كورونا طلع لنا الماربورغ. باختصار هذا الفيروس منظمة الصحة العالمية اشارت الى رصد حالات من فيروس ماربورغ او مرض ماربورغ في افريقيا وبالتحديد ما بين تنزانيا وغينيا الاستوائية. هذا الفيروس يسبب من فيروسات الحمى النسفية ويسبب مرض من اسمه حمى نسفية، حرارة وتعب وانهاك شديدين يصحبه قي وترجيع دم، والمشكلة نسبة الوفيات عند الإصابة بهذا الفيروس تصل إلى 80% لأنه ما له علاج أو لا تطعيم. لكن مع قول ذلك ما لازم تخاف إطلاقا. ليش؟ لأن الفيروس سبحان الله سبحانه وتعالى من رحمته لما يكون كذي خطير ومميت لا ينتشر، فترة الحضانة قليلة والناس يتعبون فلا ينتشر المرض. حتى بأفريقيا الأعداد المصابة لا تتجاوز 10 أو 15 أو حتى 20 إلى الآن. منو لازم ينتبه لهذا الخبر؟ اللي يعملون في الحملات الخيرية، تنزانيا وغينيا لا يروحون، واللي يعملون بالبعثات الدبلوماسية وأهاليهم أيضا ينتبهون. عدا ذلك فيروس الماربورغ هذا خبر تقرأ كأخبار الجريدة كذي، يعني انك تعرف شو قاعد يصير بالعالم، ولا لازم تخاف ولا راح يصير كورونا ولا راح يصير شيء، لا تخافون.